يا صباح الخير. النهاردة هعمل معاكم اكتر وصفة واسهل وصفة انا بعملها لما يكون عندي دبابيس فراخ كده وعاوزة اعملها ويكون طعمها حلو وما تاخدش وقت كتير او تتبيل كتير. يعني ما عنديش وقت اتبل وفي نفس الوقت يبقى طعمها حلو وجوسي. النهاردة هعمل معاكم ألذ واسهل طريقة للدجاج المشوي، بيتبل كده في ثواني وبتطلع ريحتها ولونها حاجة كده خطيرة مع شوية رز بالشعرية. ألذ واجمل غدا واسرع غدا هتعملوه في وقت قياسي. بصوا الجمال. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. ما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. يلا بينا نبدا. معايا هنا كميه دبابيس الدجاج بتاعتي على حسب الكميه اللي هتعملوها، كيلو او 2 كيلو. يعني لو كيلو هتعملوا نفس مقدار التتبيله ده. لو 2 كيلو هتضاعفوا المقدار. بصوا انا معايا بصلة هنا، التتبيلة بتاعتنا كلها هتبقى في الخلاط، مش هتاخد وقت في ثواني. معايا بصلة كده عملتها 4/4 وحطيتها في الخلاط و10 فصوص من الثوم. وهنزل بكوبايتين بالكوباية المعيارية من الحليب، حليب كامل الدسم. والحليب بتاعي ساقع وما غليتوش ولا عملت فيه اي حاجة. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، فلفل اسود ده طبعا اساسي في الوصفة، نص معلقة كده كبيرة من الفلفل الاسود، ربع معلقة من الكمون، نص معلقة توم باودر، نص معلقة بصل باودر، ورشة بسيطة من القرفة. يعني ربع معلقة من القرفة عشان القرفة طعمها بيكون حاد شوية، فهتبقى ربع معلقة من القرفة. بصوا دي حرفيا اسرع طريقة عملتها للدجاج المشوي. تنفع بقى في كل انواع الدجاج، يعني في صدور، في وراك، في دبابيس، بس طعمها بيبقى باين اكتر في الدبابيس. وهنفرمها بقى في الخلاط فرم ناعم قوي. ومعايا الصينية بتاعتي هنزل فيها بالدبابيس. الدبابيس انا غسلتها كويس قوي طبعا، وحطيتها في محلول نقع ليمون وملح. تسيب في المحلول 5 دقايق ولا حاجة، وبعدين بنشطفها تتغسل بمية عادية. بصوا بقى بنرصها في الصينية بالشكل ده، بس مش بندهن الصينية اي حاجة خالص، يعني مبقاش فيها اي مادة دهنية اطلاقا. كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بقى، ورق غار وحبهان. وبعدين بننزل بالتتبيلة بتاعتنا. التتبيلة كان شكلها بالشكل ده بعد ما اتفرمت في الخلاط. كده بننزل بالتتبيلة كلها، بنغطي الدجاج من كل ناحية. ممكن بقى نسيبها في التتبيلة دي من ساعة لساعتين في التلاجة، وممكن نشتغل فيها على طول. انا اشتغلت فيها على طول طبعا عشان كنت مستعجلة. وعلى درجة حرارة 200 في الفرن، على درجة حرارة 200. مش هنشغل الشواية ابدا غير لما تشرب الصوص ده تماما على الشبكة اللي في النص، واخر دقيقتين بنشغل الشواية تاخد اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين بنخرجها على طول. ينفع بقى تاكلوها كده مع سلطة مشويات وطحينة بس، وممكن تعملوا جنبها شوية رز بالشعرية زي ما انا ما عملت. ألذ واسهل واسرع وجبة تاكلوها، حرفيا ريحتها وطعمها حاجة كده خطيرة. عايزاكم تجربوا الوصفة وتقولوا لي ايه رأيكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. ما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. اشوفكم على خير فيديو جديد. باي باي.